السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل عليكم أو مساء الخير عليكم على حسب التوقيت اللي بتتفرجوا فيه على الفيديو. يا أهلا وسهلا بكل أماراتي الحلوين اللي شرفوني ونوروني وكبروا عيلتي. صباح الفل، صباح الروقان، صباح كل حاجة حلوة على عيونكم. النهاردة هنبدأ يومنا بفنجان القهوة. كنت محتاجاه جدا. اعرفوا كده، يعني يوم طويل وشاق لازم يبدأ بالقهوة. نسمي الله كده ونقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله، عليها أفضل الصلاة والسلام. النهاردة إن شاء الله يا بنات هنعمل روتين، بصوا من الآخر كده بالنسبة لي طبعا. إن شاء الله نتفرج مع بعض كده ونستمتع، وإن شاء الله الفيديو هيعجبكم. بصوا بقى، بجد تسلم ايدي. يعني بصوا، فنجان قهوة كده في الجو. اول حاجة كده يا بنات، حبيت ابدأ لهم كده النهاردة اليوم برز بلبن. بصراحة ما بعرفش اعمله كتير بسبب ان احنا اغلبية السنة عندنا برد، بس يعني بحاول وبقول ربنا يستر، لان احنا بعد ما بناكله على طول بيجيلنا برد. اللي هو ايه، خلاص بقى كان نفسي فيه بصراحة، وبقالي كتير قوي ما عملتوش من اخر مرة كنت تعبانة فيه. ف قلت لا، ده انا بقالي كده دخلت على شهرين 3 كده ولا حاجة ما عملتوش، فلازم اعمله لهم. بصوا يا بنات، دي طريقتي. معلش الاضاءة كانت عالية شوية وعاكسة في الحلة فمش باين كويس. انا بجيب الرز بتاعي اغسله نص غسلة يا بنات، يعني ما تنزليش كل النشا منه. وبعد كده بنقعه في المية اللي هسلقه فيه. يعني انا خلاص غسلته نص غسلة، بجيبه بحطه في الحلة بتاعتي وبغطيه بالمية وبسيبه قد ربع ساعة نص ساعة. تمام. بتروحي بقى بتلاقي الرزاية بتاعتك كده نفشت شوية وتريت. بعد كده تسلقيه سلقة يعني شبه كاملة، او هنقول 3/4 سوا. وبعد ما يتسلق هيشرب كل المية بتاعته، هننزل بقى عليه باللبن بتاعنا. طبعا بقى الكمية دي في ايديكي انتي. في ناس بتعمل شوية قليلة، في ناس ما شاء الله بتحبه فبتكتر. فاهمني؟ وبعد كده بنزل خلاص حطيت بقى اللبن، ولازم يبقى لبن جاموسي كامل الجسم، كامل الدسم. وبعد كده بنزل بمقدار السكر بتاعي، وبعد كده كيسين فانيليا. لو ما بتحطيش فانيليا حطيها وهتدي معاكي تست حلو قوي. ما بحطش لبن بودرة، ما بحطش كريم شانتيه. وما شاء الله تبارك الله بيطلع معايا زي الفل. كده خلاص هو استوى وقفلت عليه. هعبيه بقى في الاطباق. بصي يا بنات، انا عندي ولادي مش بيحبوا الاكل العادي. يعني ما بيحبوش بقى الخضار والطبيخ والجو ده كله، الاكل عموما. يعني انا ولادي مش اكيلة، بس بيحبوا بقى الحاجات دي. بيحبوا بقى الرز بلبن، بيحبوا الكيكة، بيحبوا البسبوسة، بيحبوا الفاكهة. متهيالي اغلبية الاطفال كده يعني. بس هعبي بقى الكمية كلها. وبحب بقى اليوم اللي بعمل فيه رز بلبن لازم، لو في دراسة وفي امتحانات، احط لهم في علب ياخدوها معاهم. وبرضو جوزي لازم احط له في علبة ياخدها مع الشغل. دي حركة اساسية معايا في اليوم اللي بعمل فيه الرز بلبن. هما بيمتحنوا دلوقتي البنات، فهعبيه كل بنوتة منهم يعني علبة، تاخدها معاها ان شاء الله، تاكلها في البريك ما بين الامتحانين. ربنا معاهم يا رب ويوفقهم وينجحهم هم وكل الطلبة اجمعين يا رب العالمين. هنا يا بنات بقول لكم ان انا حاطه زبيب وجوز هند، بس من الاضاءه الجوز هند مش باين اصلا، فقفلت لكم الاضاءه عشان يبين. هنا يا بنات حطيت لكم المقطع بتاع البيتزا. لو في بنات ما كانتش شافت فيديو البيتزا ومعايا النهارده في الروتين، اتمنى ان انتي تروحي تشوفيه. لو عجبك طبعا، انا مش مصوراها بالتفصيل، انا مسرعاها جدا. آه ان شاء الله باذن الله ربنا يذكرني هحطها لكم في شاشه النهايه في اخر الفيديو. لو حابة تشوفيها، اضغطي على الفيديو وهتشوفي الطريقة بالتفصيل.
بعملها بأسهل وأبسط طريقة بمكونات على قد ايدينا. طبعا دلوقتي بقت كل حاجة غالية، وبصراحة مفيش أنضف من حاجة البيت. أنا معودة ولادي على كده، إن احنا نعمل كل حاجة في البيت، ما بنشتريش حاجة من بره. عايزة أقول لكم يعني من يومين كانت بنتي عندها يوم طويل قوي في الدروس، يعني كانت من الساعة 6 الصبح لحد 7 المغرب، بسبب ان هم كلهم بيراجعوا عشان خلاص تاني يوم الامتحان. فطبعا اليوم ده لازم بيطلبوا اكل من بره. في الترم الاولاني رفضت بصراحة، بس بعد كده رجعت وقلت لا، زيها زي زمايلها. المهم هي طلبت زيهم وجابت. عايزة اقول لكم جت بالليل تعبت والله العظيم، مش ببالغ. جالها مغص جامد وصداع جامد، وقلت لها والله يا شهد انا شاكه اني من الاكل اللي كلتي بره. بصراحه مفيش انضف من البيت، ومفيش احلى من اكل البيت. طبعا كل واحد فينا بيحاول يجتهد وبيحاول يسعى ان هو يعمل احسن ما عنده ويدي احسن ما عنده. فبحاول والله جاهدة ان انا يعني اطلع لهم الاكل احلى من اللي بره كمان. واحنا شغالين بقى كده يا بنات نذكر الله. ولو انت بتتفرجي عليا يا قمر وانت مش مشتركة في القناة، اتمنى تنوريني باشتراكك، وما تنسيش تفعلي زر الجرس للكل عشان يوصلك كل جديد بقدمه. وما تنسينيش بلايك فضلا منك وليس امر. طلب تاني يا بنات، اتمنى ان انتوا تدعولي عشان انا تعبانة شوية. والحمد لله يعني خلاص رحت وكشفت، بس عملت فحوصات كتير وتحاليل، فان شاء الله مستنيين بس نتيجة التحاليل تظهر. بس انا فعلا الفترة دي تعبانة جدا، فتعودكم معايا بقى. غبت عليكم اليومين اللي فاتوا دول بسبب كده. بس بصراحة لازم اقوم بقى وامنتج. يعني انا ما صورتش حاجة جديدة، بس ما كنتش فعلا قادرة ان انا اتكلم او امنتج، احط صوت يعني على على الفيديو واعمل له مونتاج. بس قلت لا بقى، انا كده خلاص غبت عليكم، فلازم اقوم واتشجع وننزل الفيديو مع بعض. بصوا بقى يا بنات، المقطع ده كان الساعة 12 بالليل او 1 بالليل. اليوم طبعا كان طويل جدا، في تفاصيل كتير جدا ما بتبانش. وخلاص بقى فصلت، قعدت ريحت بقى كده شوية حلوين. وبعد كده بقى بعد ما الكل نام، دخلت على المطبخ بقى. طبعا انتوا شايفين منظره كان عامل ازاي، استحالة هقدر اسيبه كده. آم، احيانا والله فعلا بسيبه. يعني انا امبارح حصلت معايا فعلا حرفيا ما قدرتش خالص، كنت تعبانة جدا. انا من الناس اللي لما بتتعب بنام، بنام كتير. بهرب من التعب صراحة بالنوم. ما بعرفش انام بسبب التعب، بس باخد مسكن، فاللي هو زي بيخدرني كده واروح نايمة بقى. غصب عني تاني يوم اللي هو النهاردة بقى قمت غسلتهم كلهم تاني. فاللي هو الحاجة ورانا ورانا والله. بس ايه، زي ما بقولك يعني حاولي لو انت بجد قادرة تعملي، ما تأخريش حاجة عليكي، علشان في الاخر برضو انت اللي بتعمليها. وبالعكس انت لو عملتي مواعين النهاردة بس، هتقفي اقل من لما تقفي تعملي مواعين النهاردة وبكرة. فاهميني يا بنات؟ طبعا احنا كلنا بتيجي علينا الفترات دي. بوريكم شكل الكوباية بتاعتي بعد ما غسلتها. على فكرة من الناس اللي بحب اغسل المواعين. مش من البنات اللي بتكره غسيل المواعين، لا بالعكس بحبها جدا. بس مؤخرا بقيت اتضايق من نقطة واحدة بس، لان ايدي فعلا بدأت تجف جامد جدا جدا. عايزة اقول لكم انا ايدي دي خلاص بتدعى عليا، خصوصا بعد ما بدأت اعمل المنظفات اللي بقيت اعملها، وادخل البوتاص والصابون البلدي، لان انا زمان ما كنتش بستعمل كل الكلام ده. فكانت ايدي بصوا بقى ايد بنوتة كده، ناعمة ورقيقة وحاجات كتير كده. بالنسبة للجلافز، كل ما اجي اخد الخطوة والله يا بنات اتراجع. هو دلوقتي بقى غالي مش رخيص. وخايفة اجيبه اركنه، فحرام عليا.
جربته مرة اول جوازي ومعرفتش اتعامل بيه نهائي نهائي. مش عارفة والله، يعني عايزة حد كده منكم يشجعني لو انتوا فعلا بتستعملوه وبتعرفوا تغسلوا بيه المواعين كده. آم، تبقي متمكنة كده كأنك مش لابساه. سيبك ان احنا كلنا بنحب ملمس بقى الصابون والرغوة والجو ده كله، بس خلاص انت مضطرية. يعني انا حتى بفكر بقى، لان انا مش من الناس برضو اللي بهتم بايدي. ما بعملش ماسكات، ما بعملش مرطبات. فقلت بقى لو جبت الجلوفز، هستغل الوقت اللي انا بغسل فيه المواعين وهدهن ايدي اي مرطب والبس الجلوفز، فمنها ان انا برطبها ومنها ان انا بغسل المواعين بتاعتي. ايه رأيكم؟ حلوة الفكرة. بس اسعى بس يا رب كده واجيبه. انا بس والله عايزة بس حد من البنات يأكد لي اذا كان فعلا عملي وبنعرف نتعامل بيه ولا لا. بس غير كده هنزل اجيبه على طول. طبعا كنت انا قلت لكم يا بنات ان كان المنخل بتاعي باظ بقاله متهيألي كذا سنة والله وكل ما اجي اجيبه انسى واستعمل مصفى وما اعرفش ايه. فباركولي بقى يا بنات، نزلت جبته. عايزه اقول لكم فعلا والله العظيم منجز منجز. انا كنت بعذب نفسي في نخل الدقيق فعلا والله العظيم. الواحد بقى يصعب على نفسه حاجات كتير قوي وهي سهله اصلا. يلا الحمد لله. يا رب تكوني بتتشجعي كده وانتي بتتفرجي عليا، واتمنى ان انتي تكوني وصلتي معايا لحد الدقيقة ديت. لو نسيتي بقى تحطي اللايك، فضلا منك وليس امرا، حطي اللايك. نذكر الله يا بنات كده واحنا شغالين ونستغفر كتير ونصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام كتير. بص يا بنات، ده الصابون البلدي اللي مبوظ ايدي، بس بجد خلاص ما بقتش اقدر استغنى عنه. انا مش عارفه ازاي احنا ما كناش بنستعمله. يعني قلت لكم في فيديو قبل كده ان انا ماما عمرها ما استعملت الصابون البلدي ده. ما عرفتهوش غير لما انا عرفته وعملته وعجبها وفضلت اشعل لها فيه بقى. لكن قبل كده هي ما كانتش تعرفه خالص ولا كانت بتستعمله. فانا مش عارفه ازاي احنا ما كناش بنستعمله. يعني بجد ده سحر سحر في الألمونيا في كل حاجه. بصوا يا بنات، يعني فعلا بجد والله سحر. عارفين يعني ايه سحر؟ بيخلي كده الألمونيا بتاعتك بتلمع وبتبرق وزي الفل، بيرجعها جديدة فعلا وبيشيل أصعب البقع فعلا. يعني أنا دلوقتي كنت بستعمل سلكة ناشفة كده اللي هي الخشنة دي، بصراحة مش أحسن حاجة. السلكة الناعمة أحسن منها. والسبونشة اللي هوريها لكم دلوقتي في المقطع التاني، هي عيبها بس يا بنات ان السبونشة اللي جواها اللي هي السفنجة بتتقطع بسرعة، لكن هي ككفر حلوة جدا وممتازة جدا. انا عايزة اقول لكم يا بنات، انا كده ما بدعكش. يعني انتوا عارفين بقى لو انت بقى بتتكي شوية وبتدعكي بضمير، كأنك اشتريتي صينية جديدة، حلة جديدة. بصي، هي بتتكلم عن نفسها بجد. يعني انا متهيالي لو ده منتج بيتباع وحد طلب مني ريفيو انا مش هقعد اشعر فيه كده. لا بجد بحبه جدا وبقيت استعمله على طول. ولو انتي ما تعرفيش طريقته، خش على القناة عندي هتلاقيه عاملة فيديو بيه. طبعا دي الصواني اللي كنت عاملة فيها البيتزا، فكان في كمية صواني رهيبة رهيبة. مسكت بقى ده كله وخلصته. بس اليوم ده بصراحة ما قدرتش بقى اعمل البوتاجاز، خلاص بقى اللي هو بجد فصلت وتعبت والساعة بقت 2. واللي هو هو انا عايزة اقولكم بصراحة احساس تاني. يعني انا بقالي كتير اوي ما سهرتش كده على المواعين بتاعتي. كنت بعملها عادي في وسط اليوم يا اما او قبل ما الولاد بيناموا. فكان بقالي كتير قوي ما سهرتش عليها كده. فعايزه اقولك احساس مختلف تماما وانتي بتغسلي كده المواعين في روقان. ياه. دي الاسبونج يا بنات اللي بقولكوا عليها، اللي هي بصوا بتبقى زي سلكة كده. دي بجد بقى برضو ايدي ورجلي ايدي ورجلي. انا بتضايق منها بس عشان الاسبونجة بتتشال منها،
بس لما بتتشال خلاص بقيت استغنى عنها، واسيب بقى الكفر ده زي ما هو، استعمله كأنه سلك ناعم. بصوا ما شاء الله تبارك الله، حاجة كده اخر حلاوة. كده الفيديو بتاعي يكون انتهى، توحشونا، استودعكم